السلام عليكم خياتي ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله يلقاكم كامل بخير ومهنيين وفي صحة جيدة. كما قريتوا في العنوان المرة اللي فاتت حطيت لكم لا فيديو هذا تاع الكيك تو جو ودرت غلطة تاع التصوير، يعني صورت لكم بالطول وطريقة العمل ما كانتش كامل باينة مليح، خاصة الجزء الأول كي كنت نحضر في الجينواز اللي كنت حضرتها لكم بطريقة جديدة. اللي ما شافتش الفيديو راهو قبل هذا. الوغ بلا ما نطول عليكم خياتي راح نعاودوا المقادير وطريقة التحضير اللي ان شاء الله راح يكونوا واضحين هاد المرة باش كامل نستفادوا ان شاء الله. وما تنسونيش باللايك خياتي هكا باش تدعموني. الحاجة الأولى راح نبداو بالمقادير. راح نستعمل 4 حبات بيض، هادو هما يكونوا بدرجة حرارة الغرفة والحجم تاعهم يكون متوسط، كاس تاع سكر، كاس تاع زيت وكاس تاع حليب. قسنا كامل المكونات هادو بنفس الكاس. راح نعطر الجينواز تاعي بلا فاني وراح نستعمل 2 أكياس خميرة كيميائية. هنا تانيك راح نستعمل معطر تاع البندق ولا تاع الشوكولا اذا ما توفرش عندكم. انا نحب هذا تاع البندق، راهو يتباع بلي دوز. تحبوه يعني يتباع ب6000 10000، قلت لكم كل منطقة وكيفاش. ذوق البندق في كيكة تاع شوكولا يبدل لها كامل الذوق تاعها. ولا تقدروا تستعملوها حتى في لي كريم باتيسيير ولا كي تجوا تطلعوا لا شونتيي. ولا انا المره اللي فاتت زدت منه شويه في لا شونتيي هكا باش يمد لي هذاك الذوق الهايل تاع البندق. البيض تاعي راح نبدا نكسر فيه حبه بحبه بهذه الطريقه هكذا باش قلت لكم نتفاداو اذا كانت حبه خاسره ما تفسدناش كامل لا جينواز تاعنا. وهذه الطريقه من الاحسن تستعملوها دائما كي تكونوا راح تحضروا اي حاجه فيها البيض، سواء اومليت سواء بيض سواء غاطو هكا ولا تحليه ولا اي حاجه. خاطش ريحه البيض يعني ما نقدروش نغطوها باي حاجه. اذا فاتت جاتنا حبه يعني خاسره راح تخسرنا كامل الخدمه تاعنا. هكذا راح نكسرهم كامل ونحطهم في الغيسيبيون تاعي ونطلعهم من بعد برشة تاع الملح. راني نشرح هكا خاطش كاين بزاف جدد معنا في القناة ومبتدئات راهم يتبعوا فيا، يعني حابين يتعلموا. قلت لكم المرة اللي فاتت يبعثوا لي بزاف في انستغرام ويقولوا لي رانا حابين نتعلموا لا ميثود تاع الغاطو ولا الكيكات ولا سي بور سا يقولوا لي ماذا بك يعني خاصة في الحاجة تاع الحلويات حطينا بالتفصيل، خاطرش كي تروح لنا حاجة صغيرة في الحلوى راح ما تنجحناش. البيض تاعنا تاني بعد ما نغسلوه لازم يكون ناشف، ما لازمش يكون مشمخ ولا فيه الماء هكا باش لا جينواز تاعنا تطلع لنا تري بيان. هنا راح نبدا نضرب فيهم بالباتور مدة دقيقة هكداك ولا ميم با، قسم ما ينسجم شوية هذاك البياض هذاك البياض والصفار، قسم ما يطلقوا روحهم. كيما نعرفوا كامل باللي البياض يجي شوية حاكم روحه، يعني يجي لازج هكا كيما نقولوا. هنا برك راح نحلوه برك مع هذيك القرصة تاع الملح، وكي نشوفوا بلي القوام تاعو كامل ولا كيف نحبسه بالباتور. ومن جهة واحدة أخرى نكونوا حضرنا كسرونة تاع ماء خليناها تغلي، يعني اون با ماغي راح نطلعو هاد لا جينواز تاعنا. عاش قلت لكم طريقة جديدة وبزاف تجي خفيفة وهشة هاد الكيكة. شوفوا البنات صدقوني يعني جربوها وديروا بها ديروا بها هاد الكيك تو جو ولا باتيسري هكا كيما نقولوا طبقة فوق طبقة، ولا بلا ما تشربوها تجي بزاف خفيفة. خلوا النار تاعكم على نار هادية، يعني الكسرونة تاعكم خلوها على نار هادية وبقاو طلعوا في البيض تاعكم. هذه الطريقة تانيك نستعملوها للناس اللي ما عندهمش الباتور تاعهم قوي. هذاك الماء ولا هذيك السخانة اللي راهي تطلع من تحت هي اللي راح تعاوننا البيض تاعنا باش يتضاعف بلا ما يكون الباتور تاعنا قوي بزاف. نبقاو نخلطوا فيها هكذا مدة دقيقة حتى 2 دقائق. قلت لكم النار لازم تكون نار هادية هكا باش البيض تاعنا ما يطيبش. بعد ما جازت دقيقة وحسيت باللي الخليط تاعي تضاعف وطلع كامل وبدا يولي شوية ثقيل، راح نبدا نضيف له في السكر هذاك اللي قلنا كاس تاع 240 مليلتر. الكاس اللي عندنا كامل في البيوت الجزائرية عمرناه بالسكر يكون عادي، يعني السكر حرش اللي نستعملوه في القهوة، ونبقى نضيف فيه غير بالتدريج. شوفوا كيفاش ضفت يعني شوية وبقيت نخلط، ضفت شوية وبقيت نخلط حتى نخلص كامل هذيك الكمية. خاطرش بزاف ضروري السكر تاعنا نضيفوه على مراحل باش الخليط تاعنا نمدوله الوقت انه يتضاعف وانه هذاك السكر يذوب ما راحش يبقى حبيبات. بعدها راح نبدا نضيف تانيك في الزيت على 3 مراحل هكذاك،
ومن بعدها نضيف هداك الحليب. هنا راح تحسوا بلي الخليط تاعكم بدا يولي خفيف شويه. زدت هداك عطر البندق، شوفوا ديجا بدل لي لا كولور تاع الخليط تاعي. هداك عطر الشوكولا ما استعملتوش، يعني وريته لكم برك. اللي ما عندهاش عطر البندق تقدر تستعمل عطر الشوكولا، بصح بشرط انه يكون نوعيه جيده باش ما يطلق لكمش هذيك المراره في الاخر. هنايا كنت كملت بالباتور سي بون، ما راحش نستعملو. هنا كنت وجدت 2 كيسان تاع فارينة بعد ما نكون يعني نخلتهم. 2 كيسان تاع فارينة و2 مغارف تاع كاكاو بني. ندهن السنيوة تاعي اللي الحجم تاعها ولا الطول والعرض تاعها 40 على 40. انا استعملت سنيوة 40 على 40. مام اذا كانت عندكم سنيوة 30 على 40 تانيك تقدروا ديروها، بصح جبلها بيجيكم شوية خشينة. هنايا راح ننخل ولا نصير هادوك الزوج مغارف تاع كاكاو بني. من الأحسن يكون كاكاو بني ونوعية جيدة، خاطش الكاكاو كي يكون نوعية جيدة راح يمدنا بنة هايلة للجينواز تاعنا ولا الكيك. ضفت معاهم تانيك هادوك زوج ساشيات خميرة كيميائية. وشوفوا الشكل اللي راني ندور فيه في هذيك الجينواز هكذا باش تبقى يعني ما طيحليش كيما نقولوا. نبقى هكذا نخلط في الباتور في الفوي عفوا. الفوي راني ندور فيه في يدي، هداك الغيسيبيون تانيك راني ندور فيه. هذا هو السر. شوفوا، ندور الغيسيبيون وندور الطبسي او ميم طون. يعني انا كنت نجرب، نتوما ديروه غير بالعقل. انا كنت نجرب في الفيديو باش ما يجيش بزاف طويل، سي بور سا بنت لكم باللي راني نزرب، سينو انا ما كنتش نزرب. هنا نحاول كيفاش نسوي كامل السطح تاع هذيك الجينواز باش كي طيب تجينا كامل السطح تاعها مستوي. وكي نقطعوها دوائر ونديروها في هذوك الكيسان ما راحش تجينا جهه طالعه وجهه هابطه. ندخلوه الفور يكون مسخن على 180 درجه ولا 200 درجه، والكيك تاعنا يطيب على 180 درجه، 180 ولا 170 كل وحده والفور تاعها. المهم يطيب على درجة حرارة عالية مدة 10 دقائق ولا 8 دقائق، ما نزيدولوش راح يطيب تمتم. نحاولوا كيفاش ما نخلوش وقت كبير في الفرن هكذا باش ما ينشف الناش، يعني ما يجيش ناشف ويابس، يعني راح ييبس لو كان نطولوا له في الفرن راح يجي يابس. وهنايا جبت الطوابع تاعي، راح نطبع بهذا الطابع الدائري القطر تاعو 4 سنتيمتر، وجبت الكاس هذا اللي القطر تاعو 5 سنتيمتر. خاطش كيما على بالنا حنايا هاد الكيك راح نديروه في هذوك الكيسان. الكيسان هادوك يعني يجوا من تحت صغار شويه، ومن بعد يبداو يعراضوا، يجي يرقق شويه ومن بعد يبداو يعراضوا. سي بوغ صح حنا لازم نديرو طبقات، يكونوا الاولين هذاك القطر تاعهم 4 سنتيمتر، واللي يجوا من الفوق شويه يكون القطر تاعهم 5 سنتيمتر. شوفوا الكيك تاعنا كيفاش راهو هش، شوفوا هذوك الفراغات. هنا تفيقوا باللي الكيك تاعنا بزاف خفيف وهش، يعني بلا ما نستعملوا هذيك الجينواز نفصلوا الصفار على البياض ونطلعوا البياض وحده والصفار وحده. يعني سورتو كي راح نديروها داخل الكيسان وراح نشربوها. بعد ما قطعت كامل هذوما الاطراف تاعي راح نحطهم دكوتي ونبدا نخدم. ونظن انه من بعد هاد المرحله كان الفيديو يعني طريقه التصوير كانت صحيحه وكان جايب العرض هكذا. بينت لكم كامل طريقه العمل. اللي ما شافتش الفيديو تولي قلت لكم تدخل للقناه تفعل زر الجرس هكذا باش يعودوا يلحقوها كامل الفيديوهات، وتلقى الفيديو اللي راني نهضر لكم عليه قبل هذا. واذا كنتوا شفتوا خياتي واستفدتوا منه يلو كان شويه نقول لكم ما تبخلوش عليا بجام وبارطاج لا فيديو هكا باش تكبر العائله تاعنا اكثر واكثر. واللي عندها اي سؤال ولا حاجه نسيتها باش نقولها في لا فيديو تخليها لي في لي كومونتير وراح نجاوب عليكم كامل باذن الله. ودوكا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم وبقاو على خير، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. واذا لحقتوا الدقيقه هذه من المشاهده نقول لكم يعطيكم الصحه، نتوما اجمل ناس تعرفت عليهم غير من وراء الشاشه، يعني ربي يخليكم ليا والله لا يخطيكم عليا.